بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الوثيقة هي من 42 بندا، وبند واحد هو الذي أشار إلى موضوع 67. في البنود الأخرى كنا واضحين. أولا فلسطين كاملة من البحر إلى النهر هي حق للفلسطينيين، وأن هذه الأرض هي للأمة وليس للصهاينة أي حق فيها، وأن الدولة الفلسطينية يجب أن تقوم على كل الأرض الفلسطينية، وأننا لم نعترف يوما ولن نعترف يوما بإسرائيل، وأن المقاومة هي التي ستعيد لنا حقوقنا والجهاد. والمثل أمامنا واضح، الذي أخرج الصهاينة من غزة هو المقاومة، والذي يحاصر غزة هو التفاوض مع إسرائيل. وقلنا أيضا في هذه الوثيقة أننا نسعى لشراكة وطنية فلسطينية. مع الأسف عندنا من يقول أنه يريد دولة في 67، ومقابل ذلك يريد أن يتخلى عن باقي فلسطين أو يترك باقي فلسطين. لذلك قلنا نحن أن هذا المشروع هو ليس مشروع حماس، وإنما هو مشروع توافق على الصعيد الوطني. وقلنا أن دولة على خطوط الرابع من حزيران وليس حدود، لأن الحدود عليها طرف آخر، ولكن الخطوط هي محور اشتباك مع العدو. الحدود تعني أنه في طرفين على الجانبين واعتراف، أما الخطوط تعني أن هناك اشتباك قائم، أن هذا المشروع يجب أن لا يعترف بإسرائيل، وأن لا يقبل بوجودها، وأن لا يتنازل عن أي حق من حقوق الفلسطينية. حماس وهي تقود اليوم المقاومة والجهاد في فلسطين حريصة أن يكون كل العمل الفلسطيني يسير في هذا الاتجاه، وإذا كان هناك من الضعفاء من لا يستطيع مواصلة المسير فنحن نقبل أن يكون معنا جزئيا، ولكننا سنكمل المشوار حتى نهايته إن شاء الله. الحقيقة أن الحركة منذ أن تأسست وهي تحافظ على أن يكون لديها مؤتمر كل 4 سنوات، مؤتمر عام ينتخب له الممثلون، وبعد ذلك يتم انتخاب مجلس شورى للحركة، ومجلس شورى الحركة هو الذي ينتخب رئيس الحركة. في هذه المرة ووفق الأنظمة واللوائح الداخلية الأخ خالد مشعل لم يكن بالإمكان أن يترشح. النظام عندنا يحدد مدة الولاية وتكرار الولاية لرئيس الحركة ولرئيس الشورى وغيرها من المواقع الأساسية، فكان لابد من التوجه لانتخاب أخ آخر. كان بالذات من أبرز المرشحين الأخ إسماعيل هنية. الأخ إسماعيل هنية من كوادر الحركة القديمة، كان فيما مضى رئيسا لاتحاد الطلاب عندنا، وكان مديرا لمكتب الشيخ أحمد ياسين، وتولى رئاسة الكتلة البرلمانية للحركة، ثم تولى رئاسة الحكومة بعد الانتخابات في عام 2006، وأيضا هو تولى قيادة الحركة في قطاع غزة بعد استشهاد الشيخ أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي رحمهم الله. قاد الحركة الحقيقة في ظروف صعبة في غزة، يعني قاد الحركة عندما كان هو قائد الحركة في غزة عندما وقع العدوان الصهيوني الأول على غزة في عام 2008، وأيضا كان قائدها خلال العدوان الثاني 2012، وفي العدوان الأخير 2014، وهو مقدر عند إخوانه ودوره القيادي كبير، ولذلك مجلس الشورى انتخبه بغالبية كبيرة جدا الحقيقة في الانتخابات الأخيرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على هذه المسؤولية. الآن عندنا في الحركة مؤسسة عريقة تحكم، ونحن منذ بداية تأسيس الحركة توافقنا أنه لا بد من مؤسسات. أولا نحن نواجه الاحتلال والشهداء والاغتيالات كثيرة، إذا غابت المؤسسة يمكن أن يحدث انهيار في الحركة. وثانيا طالما أن ارتضينا الشورى فالمؤسسة تحمي الحركة، وأيضا المؤسسة تؤدي إلى مراكمة الإنجازات والأعمال،
وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى حصل. ولذلك الأخ إسماعيل هنية الآن يقود الحركة من خلال قيادة أيضا جرى انتخابها. هناك تغيير حصل في القيادة بنسبة لا بأس بها، ربما حوالي 40% من أشخاص القيادة تغيروا. وأعتقد أننا أمام فرصة الآن في ظل قيادة الأخ إسماعيل هنية لإحداث نقلات في دور الحركة. نحن اليوم نواجه 3 تحديات أساسية